عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 بصراحة النهاردة بتوقفنا وقفة مع نفسنا، كل واحد يسأل نفسه سؤال مهم جدا: الدنيا عامل فيها ايه؟ هل الدنيا اخداك وبتسرع بيك الخطى وانت تايه فيها، ولا انت حالك مع الدنيا انك فاهم انك انت مهما تبذل فيها وتعمل اللي عليك مش هتاخد منها غير ربنا مقدره لك؟ عشان نفهم اصل الحكايه لازم نروح لكتاب الله عز وجل سوره يونس ونسمع الايه ديت، نفتح قلوبنا ونوسع اذاننا ونسمع كلام الله عز وجل بيقول لنا ايه عن الدنيا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مهم جدا نفكر لماذا شبه الله الدنيا بالماء؟ ليه ربنا شبه الدنيا بالماء؟ المية ليها 3 خصائص. أول خصيصة إنك أنت ما تعرفش تستغنى عن المية، المية مهمة جدا، من غيرها تموت. الأمر الثاني في الماء إن زيادة المية تموتك، يعني مفيش ميه تموت، زيادتها تموت. الامر الثالث المهم جدا انك انت مهما تحافظ على الميه بين ايديك، يعني لو قلنا لك شيل من الميه زي ما تقدر، فتقعد كده تجيب الميه عميده وتحاول تقفل صوابعك وتقفل ايدك وتشيل ميه، هتتسرسب. هتيجي بعد دقيقه 2 3 4 5 تلاقي ايدك بقت فاضيه من الميه، مبلوله بس، وبعدين شويه وتنشف خالص. هي دي الدنيا. نعمل بقى الاسقاط بتاعنا. الدنيا من غير دنيا مفيش متعة، فلازم ولا تنسى نصيبك من الدنيا. في سورة القصص ربنا يقول لك: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ما تنساش نصيبك من الدنيا، ما تنساش إنك أنت في يوم من الأيام هتسيب الدنيا. لازم تاخد حقك منها بما يرضي الله، بالحلال، ما تستعجلش. الأمر الثاني، الدنيا لو شغلتك زيادة عن اللزوم بقى انت من اول ما تصحى لحد ما تنام ما وراكش غير البيزنس والتجاره والمول والدراسه والعيال. طب وبعدين فين حق ربنا؟ الدنيا مهمه جدا، بس مهم تكون في ايدك مش في قلبك، عشان لو رميت نفسك في الدنيا كانك رميت نفسك في البحر، هتموت. الصفه الثالثه او الخصيصه الثالثه للدنيا مهمه جدا، انك انت مهما تحاول انك انت تحافظ على الدنيا وتلم الدنيا وتكوش عليها وتحلق عليها، هتسيبها. ما هي ما دامتش للي قبلك، عشان كده مش هتدوم لك. مهما تبلغ من المال ومن الجاه ومن السلطان هتسيبها، خلي بالك. فانت ما دام سايبها، ترتشي ليه؟ تسرق ليه؟ تظلم ليه؟ تقتل ليه؟ تحقد ليه؟ تحسد ليه؟ مفيش داعي. ما انت كده انت واللي بتحسده سايبينها، انت واللي بتظلمه سايبينها. ما دام سايبها، سيب لك اثر في الدنيا طيب يدل عليك. وكده مهما تبذل ومهما تعمل في الاخر مش هتاخد غير ربنا مقدره لك. نسمع القصه الجميله دي: ان العبد لا يحرم نفسه الرزق بترك الصبر ولا يزداد على قدر الله. يعني مش ممكن مهما تتحايل ومهما تغش ومهما تخادع مش ممكن تزود رزقك. هو رزقك مكتوب، رزقك معروف، رزقك في قدر الله عز وجل. انت بس اعمل اللي عليك وابذل مجهود واشتغل بالحلال، ورزقك في اخر النهار هو ربنا كتبه لك. هو كده ربنا مقدره لك، انك انت تجعل الدنيا في ايدك مش في قلبك، وما تستعجلش على قدر الله عز وجل. رزقك جاي، ما تستعجلش على الدنيا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.